السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده هتكون حلقة جديدة من حلقات تمرد هتكلم فيها عن الادمان. لو انت مفكر ان المدمن ده هو الشخص اللي بيتعاطى مخدرات يعني، فلا، عايز اقولك ان احنا كلنا مدمنين، كلنا بلا استثناء. لو انت هتتكلم عن الادمان بشكل عام فلا، يعني انا مدمن وانت مدمن، وهتلاقي اغلب الناس عندك ناس مدمنين حاجات تانية بقى، مش شرط مدمنين كوكايين. ممكن تكون مدمن سوشيال ميديا، ممكن تكون مدمن تليفون، ودي حاجة غير دي على فكرة. ممكن تكون مدمن فيديو جيمز، ممكن تكون مدمن سجاير، ممكن تكون مدمن سكر، ممكن تكون مدمن الحاجات بقى الكبيرة بقى، مدمن إباحية، مدمن مخدرات، مدمن اي حاجه من الحاجات. بس الادمان ما بيتوقفش على الحاجات الكبيره، انت ممكن تدمن اي حاجه بتديك دوبامين هتدمنها، ودي الفكره. الادمان، خلينا بس نعرف الادمان كده في الاول. الادمان هو ان انت تبقى بتعمل حاجه ولما تعوز تبطل تعملها ما تقدرش تبطل تعمل الحاجه، رغم ان انت عايز تبطلها، رغم ان انت مش راضي عن اللي انت بتعمله، بس مع ذلك بتبقى انت كده مدمن. الحاجه كده هي اللي سايقاك، مش انت اللي سايقها. الادمان بيخش لك ازاي اصلا؟ انت في الاول بتبقى بتعمل حاجه بتشتهيها، حاجه بتديك دوبامين وفقا لنظام المكافأة في دماغك. انت دلوقتي دماغك بيتصرف ازاي؟ انا دلوقتي شفت محفز ايه؟ شفت يا سيدي طبق مهلبية على الرخام، وطبق المهلبية ده انا عارف مسبقا انه طعمه حلو، وان انا لو كلت طبق المهلبية ده هيديني دوبامين، فبناء على المحفز هاخد رد فعل، هاخد اكشن. هقوم عامل ايه؟ هقوم متجه في اتجاه طبق المهلبية عشان ابدا اكله. وانا باكل طبق المهلبية انا في هذه اللحظة بحس بدوبامين، فدماغك بتعرف يبقى انا كل مره باكل فيها طبق مهلبيه بستمتع، بحس بدوبامين. والدوبامين ده حاجه حلوه جدا، شعور حلو جدا ان انت تحس بيه. فكل مره هتشوف طبق مهلبيه هتعيد نفس الفعل عشان تحصل على نفس النتيجه. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب انت بتخش لك الحكايه دي ازاي؟ لو فضلت كل يوم تصحى الصبح تلاقي طبق مهلبيه، هتبتدي تاكل مهلبيه، كل يوم تاكل مهلبيه بشراهه، لان هي بتديك دوبامين. فانت كل مره بيطلع قدامك محفز المهلبيه بتستجيب ليه. دلوقتي انت جالك سكر بسبب المهلبيه، بعد ما عرفت المعلومه دي جيت تاني يوم لقيت نفس طبق المهلبيه اللي على الرخام، هتاكل برضه مهلبيه. طب انت مش عايز تاكل مهلبيه، انت عندك سكر، الموضوع ده هيبقى هبوظ حالتك اكتر، بس انت برضه بتاكل مهلبيه. ده ليه؟ لان انت يا معلم ادمنت السكر اللي في المهلبيه، وده نوع من انواع الادمان وهو ادمان السكر. طبعا في حاجات درجة تأثيرها بتختلف. أصلا المحفزات دي درجة تأثيرها بتختلف من محفز لمحفز. يعني المهلبية أكيد ما بتديكش نفس الشعور اللي بتحس بيه لما تاخد هيروين. الهيروين أعلى بكتير، الهيروين أعلى حاجة، فهي بتبقى ليفلات. يعني عايز أقولك مثلا لو الأكل بيحسسك كده والجنس بيحسسك كده، المخدرات بتحسسك كده. خد بالك، شايفين إيديا فين؟ أهو آخر الشاشة. المخدرات هي اقوى حاجه، عشان كده هي اخطر حاجه، لان قليله اللي بيعرفوا يتحكموا في المخدرات. دايما المخدرات اللي بتكسب. ممكن لو كان في محفز اقل شويه فرصتك انك تكسب المحفز ده تزيد، بس في حاجه زي المخدرات بتبقى صعبه جدا. وفي مراكز يعني المساعده على الاقلاع من الحاجات دي بيعزلوا المريض جواها ويسيبوه يتعذب، لان طول ما المحفز قدامه هيستجيب ليه. ما هي دي الفكره، المحفز قوي جدا. المحفز دايما بيكسب في هو اللي بيكسب في المعركه. انا دلوقتي عقلي بيقول لي ما تروحش، بس غريزتي بتقول لي روح. فالمخدرات بتخلي الغريزه اقوى 10 مرات من العقل، فبتستجيب الغريزه حتى وانت عارف نهايه السكه ايه، حتى وانت عارف كل حاجه الغريزه بتفضل اقوى. لما انت بتدمن تليفون او بتدمن السوشيال ميديا، دي المحفز بتاعها ضعيف نوعا ما، تقدر تسيطر عليه، تقدر تغلبه، بس ده لا يمنع انه ادمان، وده لا يمنع ان نهايته مأساوية. فمش كون ان هو نوع ضعيف من الادمان يبقى هو مش خطير، ما هو كونه اصبح ادمان يبقى خطير. ده كده فالتليفون ادمان، هتفضل ماشي في الادمان ده يعني عشان بقى التليفون يا عم، ده تليفون يا عم وبتاع، هتروح في 60 ده هتلاقي نفسك عندك 40 سنة وحياتك كلها ضاعت على الريلز. ده بالنسبة لي ألم اكبر من ألم المخدرات. فالفكرة لما التحكم يبتدي يروح للشيء ويطلع يبقى بره عنك انت، والشيء هو اللي سايقك، الشيء ده عمره ما هيقف. هتبقى عامله زي ليفلات، هتفضل لما تروح لليفل 1 هتعوز تروح ليفل 2، ولما تروح ليفل 2 هتبقى عايز تروح ليفل 3، ولما تروح ليفل 3 هتبقى عايز 4 و5 و6 و7 و8 لحد ما يطلع لك كلمه جيم اوفر. بهذه البساطه. فلازم تبقى مدرك ان انت وانت ماشي الادمان انت ما بتكتفيش. فالتركايه كلها بان انت ما تخشش ليفل 1 اصلا، لان ليفل 1 انت كده فتحت عليك البوابه، وغلق البوابه بعد فتحها اصعب بكتير من عدم فتحها اصلا. هو عدم فتحها صعب فعلا، بس عمره ما هيبقى بنفس صعوبه قفلها. يعني اديك مثال دلوقتي، انه شعور اللي اصعب
طفلها مات ولا ام ما بتخلفش؟ طبعا اللي طفلها، اللي ما بتخلفش اصلا دي ما عندهاش حاجه تخسرها. لكن الام اللي فعلا خلفت وطفلها مات دي عرفت يعني ايه تبقى ام، وعرفت النعمه وحست بيها وعاشتها، وبعد كده اتحرمت منها، فهي عمرها ما هتنسى هي كانت في ايه وبقت في ايه. هي دي نفس الحكايه مع الادمان. اللي بيدمن الطريق ده بيتحفر في دماغه، عمره بعد كده ما هيبقى مش مدمن. هو خلاص هو الادمان حاجه بتتحفر في الدماغ، لان انت جربت وعشت وحسيت بالمتعه. هيبقى صعب عليك تنساها بعد كده، خلاص انت عرفت الطريق ده بيوديك في ايه. زي بالظبط الراجل بتاع المهلبيه، هو اللي خد اكشن اتجاه المهلبيه لان هو عارف انه كل مره بياخد اكشن اتجاه المهلبيه بيحس بشعور حلو. في اول مره شاف المهلبيه وقرر ان هو ما يستجبش للغموض بتاع الشيء ده، اول مره يشوفه بقى وما يروحش، عمره ما هيعرف، ما اتخلقش عنده احتياج عشان يقاومه اصلا. فدي الفكره، حتى لو الناس قالت له طعمها حلو، حتى لو الناس هيبقى سهل ان هو يقاوم لان هو ما جربش. بس لما جرب وجي بعد كده شافها افتكر هي قد ايه كان طعمها، فالمقاومه هنا بقت صعبه لان غريزتك بقت بتزقك اتجاه الحاجه دي. ازاي الناس اصلا بتسيب التحكم يروح من الشخص للشيء؟ يعني دلوقتي واحد بيشرب سجاير، ليه انا اسمح للسجاير ان هي اللي تسوقني؟ ازاي مش هعرف ابطل؟ الناس بتبتدي كلها ازاي؟ تبقى باول تجربه، اول ليفل، واحد عزم عليك انت رفضت، فضل يلح عليك فانت استجبت، خدت نفس، شعور حلو قوي، تمام، جربنا. بعد كده قلت ايه؟ والله خلينا نجيب واحده، نجيب علبه احنا بقى. جبت علبه بتشربها فاهم كل شهر مره 3 شهور تفاريح يعني. بعد كده قلت انا خسران ايه؟ ما هي تفاريح زي قله التفاريح، كده انا لو عوزت ابطلها هبطلها، انت فاهم؟ فانا خسران ايه؟ دوس يا عم، ولما تحس ان انت خلاص سيبها. دخلت وبقيت راجل مدخن. جيت بقى حسيت انت سقت عايز تبطل، جيت تبطل ما استحملتش، شعور صعب، بقيتش قادر تقعد من غير ما تشرب، فشربت. وبعد ما شربت ادركت ان ما بقتش انت اللي سايق، خلاص الموضوع ما بقاش بمزاجك وبقت في حاجه للتدخين. ايه برضو المغزى من القصه دي؟ المغزى انتقال التحكم منك للشيء، انتقال سلس جدا وما بتحسش بيه خالص، انتقال سلس فاهم؟ اللي هو عايزك تقول لي امتى في القصه الراجل فقد التحكم، مش هتقدر تحدد لي هي دي اللحظه دي بعينها اللي الراجل خسر فيها التحكم. خساره التحكم دي حاجه بتدركها بعدين ما تكتشف ان انت فعلا مش قادر تبطل. فدي الفكره، هو الادمان بيخش لك بيضحك عليك الاول ان انت في ايديك التحكم، انت في ايديك القياده، انت في ايديك كل حاجه، ولو عايز تبطل تبطل، ولو مش عايز خلاص ده بشوقك يعني، وياخدها منك واحده واحده وانت مش واخد بالك، وفجاه تلاقي نفسك راكب ورا ايه، انت تلاقي نفسك راكب في الشنطه، اللي هو انت خلاص انت ما بقاش ليك ايد في الموضوع اصلا. وبمجرد دخولك الباب، بمجرد ان انت خلاص اصبحت مدمن، ما ينفعش ترجع تاني، الباب بيتقفل وراك، ما ينفعش ترجع. عشان كده يا جدعان الاقلاع عن الادمان هو كذبه. مفيش حاجه اسمه ان واحد مدخن يبقى مش مدخن. الشخص العادي لو بقى مدخن بعد كده هيبقى شخص مقلع عن التدخين، مش هيبقى شخص مدخن. المدمن الشخص الطبيعي لو بقى مدمن يبقى بعد كده شخص متعافي من الادمان، مش هيبقى شخص مش مدمن، لان الموضوع خلاص اتطبع في ذهنه. المحفز بالنسبه له هيبقى اقوى من اي شخص تاني، اللي عاش التجربه بيستجيب احسن واسرع بكتير للمحفزات. وانا فهمتك ليه. الشخص ده كون عنده احتياج، وكل اللي بعد كده هو مقاومه هذا الاحتياج. فمش معنى ان هو خلاص اتعلم ازاي يقاوم احتياجه كويس ويسيطر عليه ان هو خلاص بطل محتاجه يفضل محتاجه برضه. كده نسمع عن ناس كتير بعد ما تعافوا ورجعوا تاني. ليه؟ لقى المحفز قدامه ما عرفش يقاوم. في ناس بتسميها، انا بس عايزك تفهم ان اي حاجه بتديك دوبامين هي حاجه قابله للادمان. انت ممكن مثلا تدمن قرايه كتب، انت ممكن تدمن نوم، تدمن اي حاجه بتحسسك بمتعه، طبعا باختلاف الدرجات هي حاجه قابله للادمان. بس الحاجات اللي بقول لك عليها دي حاجات مش محفزه قوي، يعني ممكن بسهوله تقاومها. لو حسيت ان انت فعلا بتروح في داهيه ممكن تسترجع التحكم بسهوله. بس حاجات زي الاكل لا صعبه. كمان الموضوع بقى بيصعب كمان لما الحاجة دي تقترن بعادة، هي بقت مثلا عادة يومية انت بتعمل حاجة، فهي كده خلاص بقت جزء من حياتك. والعادة حاجة حلوة للي عايز فعلا يقلع عن الادمان. ليه بقى؟ لان العادة بتسلط قدامك التارجت اللي انت عايز تحاربه، بتخليه واقف قدامك، اللي هو انا بصحى كل يوم الصبح بعمل حاجه انا مش عايز اعملها تاني، فانت هتحارب الفتره دي من اليوم، على عكس لما تكون بتعملها عشوائي فانت مش عارف امتى بالظبط هتقاوم، ممكن المحفز يجيلك في اي وقت. فدي اول خطوه من الخطوات اللي انا شايفها لو انت عايز تقلع عن الادمان، ان انت تبتدي تخلي الموضوع الاول عاده، وبعد ما تخليه عاده تبتدي تهاجمه. فهمت؟ فهي دي بالنسبه لي احد افضل الخطوات
في الطريق. حاجه تانية بقى لازم تعرفها لو انت فعلا عايز تقلع عن ادمان اي حاجه، ان اي ادمان لازم الاقلاع منه يتبعه اعراض انسحاب. مفيش اقلاع من غير اعراض انسحاب. اي حاجه بقى، اي حاجه سواء بقى هتاخدها بالتدريج، هتاخدها مره واحده، هتاخدها مش عارف ايه، هيجي لك اعراض انسحاب. ايه هي اعراض الانسحاب؟ اعراض الانسحاب هي اللحظه اللي بتعدي عليك اللي بتحس فيها ان انت في اشد الاحتياج وامس الحاجه للمحفز ده، سواء بقى كان تليفون، كان ماده مخدره، سواء كان اكل، سواء كان اي حاجه، وتحس ان انت نفسك بجد تعمل الحاجه دي بس انت عمال تمنع في نفسك. بيعدي عليك بقى لحظه بتبقى لما المقاومه فيها تبقى صعبه جدا، فساعتها بيبقى قدامه زي مفتاح طرق، يا فعلا تكمل في المقاومه يا فعلا تستجيب استجبت للمحفز هترجع تعيد نفس السايكل من الاول. ولو استجبت للمقاومه فهيجي لك محفز تاني بنفس القوه بعديها، لازم تقاومه تاني، والمحفز ده يمكن يكون اشد كمان مش بنفس القوه، وبعد ما تقاوم المره دي هيجي لك تاني، هتفضل كده لحد ما تعتاد المقاومه، تبقى المقاومه بالنسبه لك اسهل. بس عمر ما التحفيز هيروح، التحفيز هيفضل موجود، واحتياجك ان انت تقاوم هيفضل موجود، بس هيبقى اسهل بقى. هتبتدي تتاقلم على عدم وجود المحفز ده. لازم اعراض انسحاب. الموضوع عامل زي الشجره اللي عمرها 1000 سنه وانت عايز تقلعها، عارف، من جذورها بقى، عايز طلع كل جذر وكل حاجه غرزته في الارض، فالموضوع ما يبقاش بالسهوله دي. طيب افرض انت لحقت الموضوع بدري، الشجره دي مش هتلحق تعمل جذور في الارض، فاقتلاعها هيبقى اسهل واسهل. يبقى ده يوصل لاستنتاج ان الادمان هي حاجه بتزداد سوءا مع الوقت. قمه السوء ونهايه المطاف ونهايه المنحدر بتيجي اما مع دمار حياتك خالص او وفاتك. هو ده التارجت النهائي بالنسبه للمحفز. تفضل زي ما قلت لك، تفضل ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 ليفل 5، تفضل تطلع لحد ما تقع. فما تفتكرش ان انت بكونك اصبحت مدمن فانت ثابت في حته معينه، انت كده خلاص شخص مدمن طبيعي. ما فيش حاجه اسمها كده، انت هتفضل تزداد سوءا مع الوقت. اول يوم سيجاره، تاني يوم سيجارتين، بعد سنتين هتبقى محرقه سجاير. وكل ما لحقت الموضوع بدري كل ما كانت زي ما قلت لك المقاومه احسن، ومقاومتك هتبقى اقوى كمان قبل بقى ما يبقى عاده ويخش في حياتك. وخليني اكلمك في حاجه تانية هتحس بيها لو انت انت دلوقتي انا عارف ان في ناس تتفرج عليا، لان انا شخصيا كنت كده في يوم من الايام، اقعد اتفرج واقول ايه حكايتي، انا مش مصدق ان انا في حاجه هتسيطر عليا وانا هعوز ابطلها بس انا مش هعرف ابطلها. اللي هو ازاي يعني، انا ازاي هيبقى في حاجه انا مش عايز اعملها واجي انسحب ما اعرفش، واجي ما اعملهاش ما اعرفش، زي انت ما تبقاش عارف ما تعملش حاجه. فدي كانت فكره صعب ان انا اقبلها، اللي هو يعني المفروض ان الحاجه الصعبه ان انا اعمل، لكن الحاجه الصعبه ان انا ما اعملش. فالفكره انه ايه بقى، الشخص زي ما قلت لك دي بيبقى دوبامين. الحاجه اللي بتسبب الادمان هي الدوبامين. طيب الدوبامين ده بقى هو اللي بيخليك تعمل الحاجه دي، هو ده مصدر الغريزه اللي جواك، بتزقك ناحيه الحاجه دي. والدوبامين افكت يلغي العقل. فلازم تبقى فاهم ليه مثلا ممكن شخص في سكته ان هو ياخد الجرعه بتاعه المخدرات ممكن يقتل، ممكن يسرق، او ممكن يعمل اي حاجه، او ممكن يعمل اي حاجه في سبيل انه يوصل للمحفز بتاعه ده. ليه؟ ده لان هو مش ما بقاش الشخص اللي احنا نعرفه، عقله اتلغى، هو دلوقتي مش شايف قدامه غير المحفز ولا شيء غير المحفز. ده بقى الدوبامين افكت. الدوبامين افكت يلغي العقل، رغبتك اللحظيه ان انت عايز المحفز ده دلوقتي حالا تبقى اقوى من اي حاجه. بيتجرد الانسان اخلاقيا كل حاجه بقى، طبعا على حسب قوه المحفز. كده بضرب لك مثال بالمخدرات لان هي اعلى ليفل، اعلى حاجه. بيبقى الحل الوحيد ان لازم فعلا حد يفوق الشخص ده. يفوق ازاي؟ بيفوق قاعد هيوصل فعلا للمحفز، بيجي يلتفت وراه كده، الحريقه اللي ورا، هل انا اللي عملت كده؟ اكتشف ان هو ارتكب جرائم لا حصر لها، وفي طريق ان هو ياخد المحفز اللي هو عايزه. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان هو في نص الطريق وقت من الاوقات، يعني مثلا هو دلوقتي هيموت ويعمل حاجه، تيجي حاجه تانية تلهيه، فالحاجه التانية اللي تلهيه دي اللي هو اتلهى فيها وخلاص ما بقاش عايز المحفز، هترجعه وضعه الطبيعي تاني وهترجعه يفكر بعقله تاني. فاللحظه دي اكتشف ان هو ايه ده، انا ازاي دلوقتي انا قاعد وانا ما حصلتش على اللي انا عايزه. ده ليه؟ ده لان هو ضيع الدوبامين افكت، يعني رجع لان هو يفكر بعقلانيه تاني. فلما فكر بعقلانيه تاني ده ان هو خلاص ما بقاش مستعد ان هو يعمل كل الحاجات دي عشان يوصل اللي هو عايزه. عشان كده انت قاعد بتتفرج عليا دلوقتي شخص طبيعي، انت مفيش محفز قدامك، مفيش حاجه خليها في دوبامين افكت عليك، فانت هتبقى مستغرب ازاي انا ما اقدرش ابطل حاجه. لما تبقى تحت الدوبامين افكت انت اصلا ما بتفكرش، انت كل اللي عايزه انت توصل للي انت عايزه، انت بتبطل تفكر كالشخص اللي احنا كنا عارفينه كلنا، فاهم؟ بس ده اللي انا كنت عايز اقوله. الحلقه دي انا عارف ان موضوعها صعب شويه، ولو حد مدمن ممكن يجي له احباط ولا حاجه، بس انا عايز اقول لك ان متعافين من الادمان في كل حته. ما هو محدش هيحس ان هو مدمن غير لما يطلع له اعراض زي التخن، او زي انه مش قادر يعيش من غير الحاجه دي، فساعتها يقول ان انا مدمن وان انا محتاج ابطل. في ناس كانت تخان وخست، مدمنه اكل، هل ده معناه ان هي بطلت تحب الاكل؟ هي لسه بتحب الاكل، ولو حطوا قدامها نفس الطبقه هتبقى تحس بنفس رغبه تجاه الطبقه، بس الفرق ان هي بتقاوم. في ناس بتعمل حاله تانية وان هي
تانية مثلا القط دي، انا دلوقتي شخص مدمن سكر، اشيل كل الحاجات المسكره من البيت بتاعه، فهو اصلا ما بقاش فيه محفز، واصلا ما بقاش فيه ادمان، المحفز مشي، فانت ما حسيتش برغم. انت فاهم السلوك بيمشي ازاي؟ انا حكيت لك في الأول. لما بتشوف محفز بتعمل رد فعل، طب لو ما فيش محفز ما فيش رد فعل، ما فيش حاجه خلاص. بس الطريقه دي بس حاجه فيها ان هم مجرد ما يطلعوك من المحيط والبيئه اللي انت حطيتها لنفسك، بترجع شخص مدمن تاني، او بترجع شخص بيستجيب للادمان تاني، لان انت ما مرنتش عضله المقاومه والانضباط عندك، انت ما مرنتش حاجه، انت بس شلت المحفزات، فما بقاش في حاجه تستجيب ليها اصلا. كل حلو بيكون له اخر، ومسيرك يا حلو هتوصل للاخر. وفي الاخر بقول لك تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي. استنى عايز اوريكم حاجه. ده التارجت اللي انا عايز اوصله، 50 فيديو على يوتيوب، ده التارجت اللي انا عايز اوصله دلوقتي. التارجت اللي بعديه ضعف الكميه، اوصل ل 100 فيديو على اليوتيوب. عارف انا حطيت التارجت ده، في ناس بتحط مثلا انا عايز اوصل مش عارف 20,000 مشترك، وعايز اوصل، او تحط عدد لايكات، عدد مشاهدات، عدد مشتركين، الحاجات دي كلها مش بايدك. يعني انت ممكن تعمل، انا زي ما انت شايف انا بقدم محتوى انا شايفه عن نفسي قيم، بس مع ذلك عندي 50 مشترك فده مش معيار. ممكن تكون بتعمل حاجه فعلا كويسه بس ما بتفايرل، لان الحاجه اللي بتفايرل مش الحاجه الكويسه. الحاجه اللي بتفايرل هي الحاجه الترندي، هي الحاجه الممتعه، هي الحاجه الغامضه، هي الحاجه اللي فيها ثامبنيل كويس، بس مش حاجات كويسه كتيره قوي ما فايرلتش. فانا قررت ان انا احط حاجه مش بايد الناس، حاجه بايدي انا. ولو ما وصلتش للهدف ده ونزلت فيديو كل جمعه، مش هعتبر نفسي كونتنت كريتور. امين. انا قلت الكلام ده عشان فاهم، لا تراجع بقى، لا تراجع. كمل اللي احنا كنا بنقوله. تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحه لتعبر فيها عن رايك بكل حريه. سلام عليكم.